رمضان هاللوبان والخير ملي المكان، لقمة تشبع جوع وتفرح الغلبان، جبر الخاطر زين ودولة كل حزين، شنطة رايحة البيت سترها رب معين. يا ميت أهلا بكل حبايب قلبي اللي منوريني في صندوق ذكريات ست الكل. وحشتوني ووحشتني لمتكم حواليا. النهاردة يا ولادي ريحة الهوا اتغيرت والقلوب بدأت ترفرف. عارفين ليه؟ عشان ريحة رمضان بدأت تهل، وبدأنا نسمع صوت في البيوت وفي الشوارع. رمضان يا ولادي مش بس شهر صيام، ده شهر جبر الخواطر. والنهاردة قعدتنا عن شنطة الخير اللي بنجهزها عشان نفرح بيها قلوب محتاجة للفرحة. زمان يا ولادي ما كانش فيه كلمة شنطة رمضان دي بالمعنى اللي شايفينه النهاردة. زمان كانت البركة مالية البيوت، وكانت جدتكم تقول البيت اللي فيه خير لازم يفيد على الجيران. كانت الشنطة عبارة عن صينية طالعة من البيت أو قفة خوص مليانة من خير ربنا، تروح لبيت جارتنا المستورة أو قريبنا اللي على قد حاله. كان الخير بيطلع بسطر ومن غير ما حد يحس، اليمين تدي والشمال ما تعرفش. النهاردة بقى واحنا بنجهز شنطة رمضان عايزين نرجع فيها روح زمان. الشنطة دي يا ولادي مش شوية مكرونة ورز وخلاص، لا، دي رسالة حب. لما تيجي تجهزيها ابدأي بالأساسيات اللي تستر البيت وتخلي الأم قاعدة مطمنة إن ولادها هيشبعوا. الرز والمكرونة دول عمود البيت، والزيت والسمنة دول الروايح الحلوة اللي بتطلع من البيوت. وعايزة أقول لكم بقى على سر البركة في الشنطة دي. الزيادة الصغيرة وانتي بتعبي حطي حاجة حلوة ما كانش صاحب البيت عامل حسابه فيها، مسة قمر ديا، كيس زبيب أو شوية بلح من النظيف. الحاجات دي يا ولاد هي اللي بتفرح العيال الصغيرة وبتحسس الأب والأم إن الدنيا لسه بخير. اسمعوا من خالتكم حمدية، لو مقدرتك بسيطة هاتي نص كيلو من كل حاجة بس تكون نضيفة. ربنا بيبارك في القليل لو طالع بصدق ونية صافية. وعلموا عيالكم يشاركوا معاكم في التعبئة، خلوهم يلمسوا الخير بإيديهم ويحسوا بجمال العطاء. وخلي دايما لسانك رطب بذكر الله وانتي بتجهزي الشنطة عشان البركة تحل في كل حبة رز وكل كيس مكرونة. وفي التوزيع يا ولادي خلوا بالكم من عزة النفس، الستر هو الجمال كله. الشنطة تروح في هدوء وبالليل ومن غير تصوير ولا مظاهر تجرح القلوب. شوفي مين جارتك اللي ظروفها ضاقت ومين قريبتك اللي متعففة، دول الأقربون أولى بالمعروف. يا أمي يا ست الكل، بجد مفيش أحسن من لمتنا دي وإحنا بنجهز للخير. حاسة إن ريحة رمضان بدأت تملى البيت ببركة إيديكي وإحنا بنرص السمنة والرز مع بعض. عارفة يا ماما، وأنا بحط كيس البلح ده تخيلت فرحة العيال الصغيرين وهما بيفتحوا الشنطة ويدوروا على الحاجة الحلوة اللي انتي دايما بتفكري فيها. بجد يا أمي جبر الخواطر ده أنا اتعلمته منك انتي وبيخلي قلبي يطمن. أنا كمان هكلم صحباتي يا ست الكل ونجمع من مصروفنا عشان نعمل شنط صغيرة كده ونوزعها زي ما عودتيني في الدارية ومن غير ما حد يحس، عشان نرفع راسك دايما. الخير يا أمي ملوش طعم غير لما يتقسم مع الغريب قبل القريب.
تسلم ايدك يا حبيبتي، وتسلم افكارك اللي بتملى بيتنا بركة. ربنا يديمك فوق راسنا، وتفضلي دايما يا ماما ايديكي ممدودة بالخير ونور حياتنا. يلا يا ست الكل، قوليلي الشنطة الجاية دي هنحط فيها ايه زيادة؟ انا جاهزة اهو وهمتي عالية ببركة دعاكي ليا. تعيشي وتعملي الخير يا نوارة يا بنتي، ربنا يجعلك نصيب من اسمك، وتفضلي دايما منورة حياتي وحياة كل اللي حواليكي. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا أهل بيتي، ويجعل إيديكم دايما سباقة للخير. إيه الروايح اللي تفتح النفس دي؟ ريحة رمضان وريحة البركة ملت البيت كله بوجودكم. عارفة يا حمدية، وانت بتجهزي الشنط دي بتفكريني بأيام زمان وبأبويا وأمي وهم بيعلمونا إن الواحد ما ياكلش وجاره جعان. وانت يا نوارة يا بنتي طالعة لأمك نوارة بجد، وإيديك بتتلف في الحرير وانت بتشاركينا جبر الخواطر ده. أنا يا حمدية نزلت السوق النهاردة وجبت لكم شوية بلح وحتتين قمر ديا زيادة عشان نزود الشنط دي. وعايز أقول لكم إن الخير اللي بنطلعه ده هو اللي بيحمينا، وهو اللي بيبارك لنا في صحتنا وفي بيتنا. يلا يا نوارة هاتي الكراتين دي يا بنتي، وأنا هساعدكم في قفلها وشيلها عشان ننزل نوزعها زي ما تعودنا في الستر وفي السكت، عشان ربنا يتقبل منا. تسلم ايدك يا حمدية يا ست الكل، يلي دايما مجمعانا على الخير ودايما مالية بيتنا بركة. ربنا يخليك لينا ويبلغنا رمضان واحنا كلنا مع بعض وفي احسن حال. يا ما شاء الله، الله ينور يا حماتي. والله يا ست الكل انتي ونوارة عاملين مجهود يفتح النفس. اول ما دخلت من الباب وشميت ريحة الخير دي حسيت ان رمضان بجد وصل عندنا. تسلم ايدك يا نوارة، بجد فخور بيكي وبكل اللي بتعمليه مع ست الكل. وعارف يا عم محمد، انا وانا جاي في الطريق كنت بفكر في نفس اللي حضرتك قلته، ان الشنط دي لازم تروح لاصحابها باكرم طريقة. انا ركنت العربية يا عمي تحت وجاهز في اي وقت تحبوا فيه ننزل نوزع. انا والشباب صحابي رتبنا مع بعض اننا نساعد في التوصيل للاماكن البعيدة عشان نضمن ان الخير يوصل لحد باب البيت والستر يفضل موجود زي ما حماتي دايما بتوصينا. قوليلي يا ست الكل، الشنط دي جاهزة للتحميل ولا لسه في حاجة تانية ناقصة اجيبها وانا نازل؟ انا تحت امركم في اي حاجة، المهم نخلص كله قبل الزحمة وعشان نلحق نفرح الناس بلمة رمضان. ربنا يبارك في البيت ده ويديم وجودكم يا عم محمد ويا حماتي، انتوا اللي بتعلمونا الاصول، وببركة دعواتكم ربنا بيفتح لنا كل الابواب. يا ولادي، اجمل فرحة هي اللي بتدخل بيت حد من غير ما حد يحس بيها، وعشان كده بناكد المرة دي وكل مرة، وهفضل اكد لكم في كل فيديو، اللي يعمل خير يا ولادي يعمله في السر وما يعملوش قدام الناس كلها. الخير مش منظرة ولا هو صور وفيديوهات نباها بيها، الخير الحقيقي هو اللي بينك وبين ربنا بس. اوعوا تصوروا الناس وهم بياخدوا منكم حاجة، ولا تجرحوا خاطر حد عشان لقطة. بقولها لكم كذا مرة وبأكد عليها تاني، خلوا خيركم في الدرة، ربنا يبارك لكم في القليل ويجعله في ميزان حسناتكم. افتكروا دايما، ايد بتدي وايد تانية ما تعرفش، عشان البركة تحل. وهي دي الحكاية يا ولادي، حكاية الخير اللي ما بيخلصش، والبركة اللي بتبدأ بنية صادقة. شفتوا عيلتي وشفتوا ازاي لمة الخير بتخلي القلب يرق. عايزة اقول لكم يا حبايب قلبي واحنا بنقفل حلقتنا النهاردة، ان رمضان مش بس سفرة وعزومات، رمضان هو الايد اللي بتطبطب، والشنطة اللي بتروح في الستر، والكلمة اللي بتجبر الخاطر. اجبروا خواطر بعض يا ولادي، وما تستقلوش بالقليل. لقمة واحدة ممكن تفتح باب جنة، وكيس تمر ممكن يرفع عنكم بلاوي كتير.
ربنا يبارك في بيوتكم ويجعلها دايما مفتوحة للسايل والمحروم، ويبلغنا رمضان واحنا في أحسن حال. أنا استودعتكم الله وعارفة إن قلوبكم مليانة خير. ما تنسوش خالتكم حمدية من صالح دعائكم، وكل سنة وانتوا طيبين، وكل رمضان وانتوا منورين دنيتي. سلام يا أغلى الناس، في أمان الله. يا لفة عمر الدين، يا ستر للمساكين، شنطة عمرها بالخير تمسح دمع العين. رمضان هلو باب والخير ملي المكان، لقمة تشبع جوع وتفرح الغلبان.